يحكى أن ملكا كان متزوجا من 4 نساء، كان يحب زوجته الرابعة حبا جنونيا، ويعمل كل ما في وسعه لإرضائها. أما الثالثة فكان يحبها أيضا، ولكنه كان يشعر أنها قد تتركه من أجل شخص آخر. والثانية كانت هي من يلجأ إليها عند الشدائد، وكانت دائما تستمع إليه وتتواجد عنده وقت الضيق. أما الزوجة الأولى فكان يهملها ولا يرعاها ولا يؤتيها حقها، مع أنها كانت تحبه كثيرا، وكان لها دور كبير في الحفاظ على مملكته. في أحد الأيام مرض الملك وشعر باقتراب أجله، ففكر وقال: أنا الآن لدي 4 زوجات، ولا أريد أن أذهب إلى القبر وحيدا. فسأل زوجته الرابعة: أحببتك أكثر من باقي زوجاتي، ولبيت كل رغباتك وطلباتك، فهل ترضين أن تأتي معي لتؤنسيني في قبري؟ فقالت: مستحيل، وانصرفت فورا بدون إبداء أي تعاطف معه. فأحضر زوجته الثالثة وقال لها: أحببتك طيلة حياتي، فهل ترافقيني في قبري؟ فقالت: بالطبع لا، فالحياة جميلة، وعند موتك سأذهب وأتزوج من غيرك. فأحضر الزوجة الثانية وقال لها: كنت دائما ألجأ إليك عند الضيق، ولطالما ضحيت من أجلي وساعدتيني، فهل ترافقيني في قبري؟ فقالت: سامحني، لا أستطيع تلبية طلبك، ولكن أكثر ما أستطيع فعله هو أن أوصلك إلى قبرك. حزن الملك حزنا شديدا على جحود تلك الزوجات، وإذا بصوت يأتي من بعيد ويقول: أنا أرافقك في قبرك يا زوجي، أنا سأكون معك أينما تذهب. فنظر الملك فإذا بزوجته الأولى وهي في حالة هزيلة ومريضة بسبب إهمالها لها، فندم الملك على سوء رعايته لها في حياته، وقال لها: كان ينبغي لي أن أعتني بك أكثر من الأخريات، ولو عاد بي الزمان لكنت أنت أكثر من أهتم بها. في الحقيقة أحبائي الكرام، كلنا لدينا 4 زوجات، الرابعة هي الجسد، فمهما اعتنينا بأجسادنا وأشبعنا شهواتنا فستتركنا الأجساد فورا عند الموت. والزوجة الثالثة هي الأموال والممتلكات، عند موتنا ستتركنا وتذهب لأشخاص آخرين. والثانية هي الأهل والأصدقاء، فمهما بلغت تضحياتهم لنا في حياتنا فلا نتوقع منهم أكثر من إيصالنا للقبور عند موتنا. أما الزوجة الأولى فهي العمل الصالح الذي ننشغل عن تغذيته والاعتناء به على حساب شهواتنا وأموالنا وأصدقائنا، مع أن أعمالنا هي الوحيدة التي ستكون معنا في قبورنا.